مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن جمبري، بس حاجة سهلة وسريعة وطعمه تحفة. تعال نشوف هنعمله ازاي. هنا معايا الجمبري، انا غسلاه كويس وهطلع من الظهر كده الكيس الرمل بتاعه بخلة او بشوكة كده، هتدخليها من تحت قشرة الجمبري وهتشديها، هتطلع بكل سهولة. نعمل واحدة كمان اهو بالطريقة دي كده. هتدخلي الخلة كده وتروحي شدة الكيس الرملي وهيطلع معاكي كده. اهو واحدة تاني اهي، اهو بالشكل ده. بس انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، وهنا هقطع الخضار بتاعي اللي انا هحطه مع الجمبري. هنا هشيل الحاجات الزايدة من الفلفل واقطعها كده شرايح رفيعة. انت قطعي الخضار بتاعك زي ما تحبي انتي، بالطريقة او بالشكل اللي انتي عايزاه. انا هقطع الفلفل الالوان بالشكل ده، وهقطعت فلفل اخضر كمان، وهقطع طماطميتين. بس عشان ما اطولش الفيديو عليكم هقطعهم كلهم وهرجع لكم تاني. وهقطع بصلة شرايح برضو رفيعة بالشكل ده كده. بس تعالوا نشوف هنا هنعمل ايه. انا نزلت هنا بمعلقتين زيت، وهنزل بالجمبري. طبعا الجمبري هيتعمل بقشره، بيبقى طعمه تحفة وحلو قوي. هسيبه كده لحد ما ينزل كل المية اللي فيه وهقلبه. انا طبعا بعد ما نضفت الجمبري وشلت منه كيس الرملي غسلته تاني. وطبعا الجمبري مش بياخد وقت في السوا خالص معانا، بس طبعا احنا عارفين الجمبري لونه بيتغير بسرعة جدا. يعني بصوا اللون بيه ايه، اللون بيتغير بسرعة. بس وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، كاري وكزبرة ناشفة وزعتر. الزعتر بيدي طعم حلو قوي في الجمبري او الاسماك، يعني عموما بيدي طعم حلو قوي في الاكل. وهنا هنزل بالبابريكا. بس وبعد كده هشوحهم كويس قوي مع الجمبري. بس وهنا سبتهم 5 دقايق وبعد كده نزلت بالملح. الريحة كانت تحفة بجد، حلوة قوي. وانا شلت الجمبري، ومكان الجمبري هنزل بالخضار بتاعي واشوحه كويس قوي. هنزل الاول بالفلفل والبصل. طبعا الخضار هياخد طعم الجمبري مكان الجمبري، والتتبيلة بتاعته هيبقى طعمه تحفة قوي. بس هنا نزلت بالفلفل ونزلت بالبصل وهشوحهم كويس قوي.
بس بالشكل ده كده. سبتهم دقيقتين كده الخضار بس يدبل حاجة بسيطة، مش هخليه يستوي. ورشة ملح، وهخليهم دقايق بسيطة يدبلوا بس، وبعد كده هنشوف هنكمل ايه تاني. وهحط رشة زعتر ورشة فلفل اسود ورشة كزبرة ناشفة، بتدي طعم حلو قوي. بس واشوحهم كده، وبعد كده هنزل بباقي الخضار، هنزل بالطماطم دي اخر حاجة، علشان طبعا انا مش عايزاها تستوي ولا تتسبك معايا. بس وهنا هنزل بمكعب توم. توم بيدي طعم وريحة حلوة قوي. فالثوم بيخلي طعم الجمبري والخضار، بيخليها طعم مختلف خالص. بس كده هشوحها كويس دقيقتين كده وخلاص. كده بالشكل ده هنزلها. بس كده جاهز معايا. تعال نشوف هنعمل ايه تاني. هنا جبت الطاجن بتاعي اللي هحط فيه الجمبري. هنزل الاول بالفلفل والبصل بالشكل ده كده، وهفرده كويس قوي في الطاجن بالشكل ده. وبعد كده هنزل بالجمبري، بس هو هحطه كويس كده بالشكل ده. بس كده كده جهز معايا الطاجن. وانا قطعت طرنشات طماطم وفلفل، ودخلته على درجة حرارة 180، واستوى وخد لون بالشكل ده. وحطيت بقدونس وشرايح ليمون، وجهز معايا كده. طعمه كان تحفة، حلو قوي بجد. وهنا عملت رز بالكاري، جربيه وهيعجبك قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع ألف سلامة.